السلام عليكم، أنا وحبايبي شلونكم؟ يا رب تكونون بأفضل حال. ورجعت لكم فيديو جديد، وقبل لا نبلش بالفيديو خلنا نصلي على محمد وآل محمد. راح نبلش بتنظيف القنفات بأسهل الطرق. وأول شي بديت أشيل المفرش مال القنفات وأوجه الكوشات حتى أغسلهن بين ما أكمل تنظيف القنفات. بعدها لميت الهوسة اللي كانت موجودة وبديت أكنس المفرش على الموكيت، وأشيل الموكيت هماتين على مود أكنس براحتي. بين فترة وفترة يعني أنظف القنفات لأن عندي أطفال، فبسرعة يعني يصير علي بقع. انتو كتبولي كلش قد تنظفون القنفات وشنو الطريقة تستخدموها، وجربوا هاي الطريقة وكلش راح تشوفوها سهلة. طريقتي اللي أعتمدها بتنظيف القنفات وتعطي نتيجة كلش حلوة وتبيض الوجه يعني، وهمينة ريحة طيبة، وتصير بالصالة كلها ريحة طيبة مو بس بالقنفات وسهلة. هي أستخدم ماي حار إلى دافي وأضيف له قطرة من الزاهي ومعطر، يعني كمية قليلة من المعطر سواء مال ملابس أو مال غسالات أوتوماتيك حسب الموجود عندكم. واستخدم اسفنجة جديدة، يعني أنا هاي الاسفنجة مخصصتها فقط للقنفات، وشكو بقعة قدامي راح أجلفها يعني زين على مود تروح. هنا حبايبي مثل ما تشوفون عندي بقع، فبديت أجلفهن وأركز عليهن، وبعدها أكمل باقي القنفات أيضا جلب بالاسفنجة. حبايبي واليوم شوي صوتي مختلف لأن عندي نشرة بسيطة، اسم الله عليكم. أتمنى إذا وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو ما تنسوني بلايك حلو مثلكم حتى تحفزوني يعني أنزل فيديوهات أكثر وأكثر، مثل ما فيديو اليوم كله طاقة ومحفز إلكم. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون لون المي تغير، وكل الأتربة والأوساخ اللي كانت موجودة على القنفات كلها اتخلصنا منها. وبهاي الخطوة استخدمت وصلة نظيفة وضفت لها نسبة قليلة من المعطر، وشديتها بقبض ما جدر بهذا الشكل، وراح أبدي أدعك القنفات بالكامل. وهاي الخطوة كلش يعني ضرورية، يعني السبب إذا وقع عندنا مي زايد من الإسفنجة راح يعني نمسحها بالوصلة. والسبب الثاني انه مرات اكو لكع يعني مثلا علج وغيرها ما تروح، فهاي حافة القبض راح توخرها. راح اترك القنفات تنشف يعني تماما على هوا البنكة، ومن اشوفها يعني نشفت زين راح افرش المفرش وارجع الكوشات وارجع ترتيبه. اليوم كان ماخذني الوهس مال الجلف، فطلعت عالطرمة غسلت الباب مال البيت غسلة من هاي الزينة. غسلت الباب لأن أشعر عليه الدواسات، فقلت أخاف أكو تراب أو يعني أو شي عليها. هنا غسلت الحاوية تكرمون، هنا دائما إيدي بيها فلذلك تشوفوها يعني نظيفة. بين فترة وفترة أغسلها، ومرات يعني ألقي عليها تراب رأسا أغسلها وياها. هنا بديت أغسل الدواسات، حضرت لهم الباب لأن أشرهن على الباب يعني حتى تكون قريبات علي، وخليت خلطة زاهي وشوي معقم وغسلتهن، وهنا شريتهن مثل ما تشوفون. بعدها حبايبي كان عندي كم حذاء غسلته، وهنا دخلت للبيت ولقيت الأطفال هماتين مفلشين الوجر، ورديت لميتهن شو أسوي يعني الله يحفظهم. وبعدها بلشت بالعشاء. عشان كان كباب عروق ودا أسويه بهاي الطريقة. بنات هاي الطريقة مال كباب عروق كلش طيبة، ويعني فد شي سامعين من يقولون كباب أهلنا أو أمهاتنا مال قبل، هذا ريحته من البيت كلها والطعم مالته يكون فد شي. هي هاي الطريقة بدون إضافات، لأن هسه إحنا دا نشوف إحنا كباب العروق هواي يخلوا له إضافات وبهارات هواي ومواد يعني شجر وبوتيتا، بس أنا سويته بهاي الطريقة كلش سهلة وكلش طيب. يعني أتمنى تجربوه وتكتبولي بالتعليقات. خليت من كل شي 3 حبات، 3 بصل، 3 فلفل أخضر، و3 طماطم، وضفت معدنوس أو كرفس
حسب يعني الموجود، وثوم، والبهارات خليت كركم وكاري وشوي كبابة وملح وفلفل أسود فقط. وضفت له ليا ولحم مفروم. وبنات كل المواد سويتها بإيدي ثرمتها، ما أحب أثرمها محضرة الطعام لأن الخضروات تذوب ميها وتطلع يعني يعطينا طعم بالأخير مو طيب، فسويته كله بإيدي. أما بالنسبة للطحين فخليت تقريبا يعني مقدار كوب، يعني ما يعادل 5 ملاعق طحين. وطبعا هاي تبقى عينكم ميزانكم حسب الكمية اللي تسووها مال الكباب مال العجين تضيفون بعد، لأن الطحين إذا كان زيادة حيعجن، وإذا قليل هماتين يتفكك عندنا بالقلي. وهنا أنا أخذت جزء منه للعشاء وجزء ضميته يعني يفيدني لغير أيام. وهنا أنا عندي هذا الفجل، شوفوا ما شاء الله يجنن واللون مالته. من يحب الفجل منكم والخضروات ويا الكباب. هنا أنا بديت أغسلهن وراح أبدي أقلي العشاء. طبعا بنات عندي فيديو مال طهور ابني، كنت ناوية أريد أنزل لكم إياه من زمان، بس بسبب هاي الأوضاع اللي مرت بيها يعني فلسطين وأهلنا اللي هناك والمشاهد اللي نشوفها تقطع القلب وتبكي الصخر. وطبعا ما باليد حيلة، تحس يعني نحس روحنا هيجي مخنوقين من الداخل. يعني ما تكمل فرحتنا، لأن إحنا شعب يعني عشنا الحروب، فدائما نخلي روحنا بمكانهم، بدنا نحس بيهم. وإن شاء الله يا ربي الله ينصرهم والله يكون بعونهم. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن شاء الله سنزل لكم حبايبي. هذا شكل الكباب، مع ألف سلامة.